صباح الفل. الفيديو النهارده عن مبادرة عملها انفلونسر اسمه استاذ وليد مصطفى. هي فكرة جميلة جدا عجبتني، وهو حسنا ان احنا نعملها ونشاركها حتى لو ما عندناش فولورز. الفكرة ان هي بيتكلم ان البنزين غلي 3 جنيه، فده معناه ان كل حاجة هتبدأ تغلى، وده هيفرق جدا في حياة الناس البسيطة. بيتكلم ان ورقة زي دي اللي هي 100 جنيه، انا عارفة ان هي ممكن تفرق معاك، بس في ناس كتير مش هتفرق معاها. ممكن تكون شربت بيها قهوة او جبت بيها حاجة بسيطة، حقك، بس دي هتفرق اكتر في حياة ناس كتير بسيطة. الناس اللي بتساعدك في البيت، حد بيجيب لك الخضار، الناس اللي بتركب معاها بتوصلك، ممكن بالنسبة لحياة ناس كتير سواق التوك توك لو زودت له الحاجات البسيطة، التفاصيل هتفرق في حياة ناس كتير. بصراحة حبيت أشارك لأن أنا من ساعة طول رمضان بسمع البرامج بتاع حياة كريمة وبتاعت أستاذ أحمد رأفت. أنا بحس إن أنا قد كده بجد قصاد الناس اللي هم الطيبين الغلابة. يعني ايه واحدة تكون هي كل املها في الحياة ان هي رايحة تجيب عيش لولادها او غدا او اكل او كده، فحد يديها 500 جنيه، بالنسبة لها حاجة كبيرة جدا، فتيجي واحدة تقولك يمكن هي محتاجاهم اكتر مني وتديهم لها كلهم. انا بقيت بدعي ربنا طول رمضان، يا رب علمني العطاء والسخاء ده زي الناس دي. انا نفسي اكون زي الناس دي في العطاء، وما افكرش قوي كده او ما احسبهاش. فدي مبادرة بسيطة، لو حد ممكن حد واحد ياخد بيها، مش شرط ال100 جنيه، ممكن اقل ممكن اكتر. الفكره ان احنا ما نحسبهاش قوي، ونعرف ان اللي مش هيفرق معاك قوي هيفرق مع غيرك قوي، فنقف مع بعض ونساعد بعض. كل سنه وانتم طيبين.